السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الغاليين طلاب ثالثة ثانوي. النهارده إن شاء الله هنحل مع بعض الدرس الثالث في الباب الأول كيمياء العناصر الانتقالية في كتاب مندليف. طبعا عنوان الدرس من بداية الحديد حتى نهاية السباك. هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم كده مع بعض. أول سؤال بيقول لي هنا في أول سؤال أكثر الفلزات الانتقالية وفرة في القشرة الأرضية. طبعا ده نص الجدول. النص الثاني بيسألني عن أكثر الفلزات وفرة في القشرة الأرضية. هو إيه الفرق؟ هنا في الجدول الأول بيقول لي أكثر الفلزات الانتقالية، يبقى بيسألني عن العناصر محل الدراسة اللي هي عناصر ال3D، وهنا بيسألني عن أكثر الفلزات عموما اللي موجودة جوه الجدول الدوري. طب هو ترتيب العناصر من حيث الانتشار إيه؟ كان عندنا 4 عناصر من حيث الانتشار. طيب مين أكثرهم انتشارا؟ لو أول عنصر من حيث الانتشار الأكسجين، يأتي بعده السيليكون، رقم 3 الألمنيوم، الحديد كان رقم 4. يبقى أنا عندي أول عنصر يا شباب في الترتيب بين عناصر الجدول الدوري كلها الأكسجين، بيليه عنصر السيليكون، بيليه عنصر الألمنيوم، بيليهم رقم 4 عنصر الحديد. طب هو الأكسجين ده تصنيفه عندنا إيه؟ هو لا فلز، والسيليكون شبه فلز، والألمنيوم ده فلز، والحديد طبعا فلز. يبقى أكثر الفلزات في الجدول الدوري انتشارا هو عنصر الألمنيوم. هدور على الإجابات يبقى لا عندي الإجابة ده. طب أكثر العناصر انتقالية خلاص معروفة اللي هو عنصر الحديد. يبقى إجابة السؤال الأول عندي يا شباب رقم د. طبعا اوعى تنسى إن الحديد ليه عندك 3 ترتيبات. ترتيبه الأول من حيث الانتشار بالنسبة لعناصر ال3D، ترتيبه الثاني من حيث الانتشار بالنسبة لعناصر الفلزات، ترتيبه الرابع من حيث الانتشار بالنسبة لعناصر الجدول الدوري كله. 3 ترتيبات مهمين قوي أكون عارفهم لعنصر الحديد، وابقى مركز هو بيسألني على ترتيبه بالنسبة لل3D ولا ترتيبه بالنسبة للفلزات ولا ترتيبه بالنسبة للجدول الدوري. طب نروح على السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول لي هنا عينة من القشرة الأرضية تزن 10 كيلو جرام. خد بالك ما قاليش نيزك، ما قاليش باطن الأرض، قال لي القشرة الأرضية. أوتوماتيك أكون حافظ نسبة الحديد. كم نسبته في القشرة الأرضية؟ هي 5.1% في القشرة الأرضية. طب أنا جبت منها كام؟ 10 كيلو جرام. عايز يحسب كتلة الحديد اللي موجود فيها. طبعا يا شباب لما أحب أحسب كتلة الحديد، نسبة الحديد قلنا من حيث الانتشار 5.1% داخل القشرة الأرضية. يبقى أنا هقسم 5.1 على 100 في كتلة القشرة الأرضية اللي هو ادهاني. هتطلع يا شباب معانا هنا باستخدام الآلة الحاسبة الإجابة رقم ب 51 كيلو جرام. السؤال رقم 3 بيقول لي هنا نيزك كوبا هو أكبر نيزك في العالم، ويوجد في ناميبيا، كتلته حوالي 60 طن. كتلة الحديد التي توجد به تساوي. طبعا مفترض ان كتلة الحديد في النيازك كم في المية؟ 90%. طيب انا دلوقتي هستخدم برضو النسبة واقسم يا شباب 90 على كام؟ على 100 في كتلة النيزك اللي هي برضو كام؟ 60. باستخدام الحاسبة هتطلع الإجابة معايا 54 طن. تبقى هنا يا شباب الإجابة موجودة عندي رقم د. السؤال رقم 4 جميع ما يلي. السؤال ده كويس عشان بس فيه معلومة جاية زيادة هتعرفك حاجة. جميع ما يلي من الخامات الصالحة لاستخلاص الحديد ما عدا. طبعا يا جماعة السدرايت أو خام السدرايت جواه بنسبة كبيرة كربونات الحديد الثنائية، ده من خامات الحديد. الليمونايت هو أكسيد الحديد الثلاثي المتهدرج اللي هو صيغته 2Fe2O3.3H2O، ده برضو من خامات الحديد. الهيماتايت اللي جواه اكسيد حديد ثلاثي Fe2O3 من خامات الحديد. طيب الكالكوبرايت، طب ده من خامات الحديد ما عداش عليا، يبقى ده يا شباب لا يعتبر من خامات الحديد. طيب هو رمزه ايه يا شباب؟ CuFS2 او FeS2. طيب هو ليه مش من خامات الحديد؟ هو في نسبة كبريت عالية فمش هقدر استخلص منه الحديد. هو يعتبر من خامات النحاس وليس خامات الحديد، لأن النحاس ده عنصر غير نشط أقدر استخلصه منه بسهولة. الخلاصة
ان هو مش عندي من خامات الحديد. يبقى الاجابه هنا عندي رقم د. رقم 5، تم استخراج عينه صغيره من احد خامات الحديد من الارض، كتلتها 100 جرام وفصلنا منها الحديد، كانت كميه الحديد بكام؟ ب 70 جرام. عايز يعرف مني اسم الخام. طب انا معايا دلوقتي كتله الحديد، معايا كتله الخام. طب كتله الحديد يا شباب هو مديها لنا بكام في السؤال؟ نرجع للسؤال تاني. مديني هنا كتله الحديد عشان تكون مركز ب 70. كتله الخام او القشره الارضيه عندي ب 100. تعالى بقى نجيب النسبه. يبقى لما نحب نحسب نسبه الحديد هتساوي، هنقسم يا شباب كتله الحديد على كتله الخام اللي موجوده عندي في النسبه اللي هي 100%. طب كتله الحديد بكام؟ ب 70 على كام؟ على 100، واضرب في النسبه المئويه، هتطلع عندي نسبه الحديد 70%. طيب تمام، عرفنا النسبه. نرجع بقى للسؤال بتاعنا. يا ترى دلوقتي الخامات بتاعتي سيدرايت ولا ليمونايت ولا هيماتايت ولا ماجناتايت؟ لو رجعنا لجدول الخامات اللي موجود في درس الحديد هنلاقي ان اكبر نسبه حديد موجوده في خام الماجناتايت. بتوصل لكام في المية يا شباب؟ بتوصل عند ال 70%. طب انت ليه ما بتستخدموش في افران الاختزال؟ لان هو خام صعب اختزاله داخل الافران، لانه خام له خواص مغناطيسيه. نروح على السؤال رقم 6. اختر من الجدول التالي افضل الخامات المستخدمه ليتم استخلاص الحديد منه داخل الفرن. كان عندي شروط لاختيار خامات الحديد. من ضمن الشروط ايه؟ هو هنا حدد لي انا هشتغل على ايه؟ نسبه الحديد في الخام. طبعا انا عايز خام نسبه الحديد فيه عاليه. نسبه الشوائب، طبعا عايز نسبه شوائب صغيره او قليله عشان اقدر افصلها من الحديد. طيب سهوله الاختزال، طبعا انا عايز خام سهل اختزاله. تعالى كده نشوف النسبه عاليه فين في الاربع اختيارات اللي عندي. في الاجابه رقم ب والاجابه رقم ج. انا هستبعد ا وهستبعد د. طيب لحد كده. طب نسبه الشوائب في رقم ب نسبه الشوائب صغيره 8%. في رقم ج 14.5. طبعا ب افضل من ج. طب تعالى بقى لسهوله الاختزال. ده سهل الاختزال وده سهل الاختزال، بس مين الثلاث مواصفات فيه كاملين؟ هتلاقي عندك الاجابه الادق رقم ج. نروح يا شباب على السؤال اللي بعده. بيتكلم هنا في الاسئله اللي جايه عن مراحل استخلاص الحديد من خاماته. سؤال رقم 7 بيقول لي ايه؟ اذا علمت ان حجم حبيبات الخام المناسبه لعمليه الاختزال، طبعا الكلام ده داخل الافران، يتراوح ما بين 10 الى 70 ملم مكعب، ايا مما يلي. غير صحيح، يعني عايز الاجابه الغلط. اول اجابه بيقول لي حجم حبيبات الخام الناتجه من تنظيف افران الاختزال قد تكون 5 ملم تكعيب. هنقف يا شباب دقيقه واحده ونرجع تاني للمعطى. لو احنا ركزنا كده في المعطى بتاعنا بيقول لي ايه؟ ان الاحجام المناسبه من كام لكام؟ من 10 ل 70. طب لو عندي مثلا احجام 9 8 7 6 5 4 احجام اقل من 10 دي غير مناسبه للاختزال، اوتوماتيك هعمل لها عمليه تلبيد عشان اكبر حجمها فتوصل للحجم المناسب بتاعي. طب لو عندي 80 عندي 90 مثلا عندي 100 دي احجام اكبر من المناسبه، فاوتوماتيك اروح اعمل لها عمليه تكسير. يبقى دي الاحجام المناسبه. طب عندي الاحجام 20 مثلا 30 40 50 60 لحد ال 70 دي الاحجام المناسبه اللي انا محتاجها. تعالى نشوف الاختيارات. انا عندي حجم حبيبات الخام الناتجه من تنظيف الافران قد تكون 5. دي اجابه مظبوطه. ليه؟ انا بعمل عمليه تلبيد للخام الناتج من تنظيف غازات الافران، بيكون في صوره حبيبات، بيكون في صوره مسحوق، بجمعه لاحجام اكبر. الحبيبات التي حجمها 50 ملم مكعب تجرى لها عمليه تكسير. طبعا غلط، دي احجام مناسبه عندي، مش هعمل لها تكسير. انا هعمل تكسير للاحجام الاكبر من الرقم 70. اثناء عمليه التكسير تنتج حبيبات حجمها من 10 ل 70. طبعا صح، انا بعمل تكسير عشان اوصل للاحجام مين يا شباب؟ المناسبه. تجرى عمليه التلبيد
اللي هو التجميع بتاعتي للحبيبات التي حجمها 4، طبعا دي احجام اقل من المناسبه، يبقى دي اجابه صح. يبقى الاجابه الغلط عندي يا شباب رقم ب، ان الحبيبات اللي حجمها 50 هعمل لها تكسير. الاجابه دي غلط، دي احجام مناسبه مش هعمل لها عمليه تكسير. نروح بقى يا شباب مع بعض في السؤال رقم 8. بيقول لي هنا اذا علمت ان قطر دقائق الخام المناسبه لعمليه الاختزال داخل الافران بيتراوح من كام لكام يا شباب؟ من 10 ل 70. يبقى دي الاحجام المناسبه اللي انا محتاجها. يعني ايه؟ انا محتاج مثلا الاحجام تكون 10 او 20 او 30 او 40 او 50 او 60 او 70. بنتكلم بطريقه ممله اهو. طيب دقائق الخام الناتجه من التكسير والتلبيد، انا بعمل العمليات دي اساسا ليه؟ عشان اوصل للحجم الايه يا شباب؟ المناسب. تعال نبدا بالاجابه من الاخر. لو انت الحجم عندك 5، يا عم الحجم ده اقل من 10، يبقى انا كده هضطر اعمل له عمليه تلبيد، يبقى الاجابه دي غلط. طب الحجم هنا 30، ده محصور من 10 ل 70، تمام، يبقى ده حجم مناسب، يبقى انا عندي الاجابه هنا رقم ب. تعال نكمل. 75 اكبر من 70، انا كده هضطر ادخلها مرحله تكسير. الحجم 100 اكبر من 70، برضه هضطر اعمل لها عمليه التكسير. يبقى سؤال 8 اجابته رقم ج. سؤال رقم 9، الشكل المقابل. بص كده عندك في الشكل وركز فيه، سيبك من الاجابات. الشكل ده بيعبر عن ايه؟ ان انا عندي خام الحديد موجود في صوره مسحوق، فرحت عامل عمليه فيزيائيه اسمها عمليه التلبيد. بدات اكبر ايه؟ بدا يزداد معايا حجم حبيبات الخام. فبيقول لي هنا اي مما يلي يعبر عن العمليه الحادثه ما عدا. يبقى انت عندك 3 اجابات هيكونوا صح وواحده بس هي اللي غلط. تعالى كده نقرا اجابه وعلى مهلك خالص. تؤدي الى زياده في حجم الحبيبات، دي اجابه صح. كمل. دون تغير في نسبه الحديد، تمام. انا عندي عمليتين ما لهمش علاقه بنسبه الحديد، عمليه التكسير وعمليه التلبيد. دول ما بيغيروش عندي في النسبه، ولا يزيد ولا يقل. طب تؤدي الى نقص في عدد الدقائق بتاعه الخام، تمام. طب ايه اللي عرفك؟ بص كده عندك العدد موجود قد ايه؟ ده خام دايما موجود في صوره ايه؟ مسحوق. العدد هنا نفترض انه زي الرسمه، العدد 5، يبقى بدا العدد يقل ولا يزيد؟ لا، بدا العدد يقل، يبقى كلمه نقص دي مظبوطه. دون تغير في النسبه، طبعا ما احنا اتفقنا مفيش تغير في النسبه. تزداد كتله الحبيبات، كتله دي غلط، بيزداد حجمها. وبيزداد تركيز الحديد، برضه غلط، يبقى دي الاجابه بتاعتنا رقم ج. نكمل رقم د. تحدث هذه العمليه بعد عمليتي التكسير والاختزال، تمام. بتحصل بعد التكسير عشان عندي خام ناعم، بتحصل بعد الاختزال نتيجه لتنظيف مين يا شباب؟ غازات الافران. لو انت ركزت في الاجابات اجابه هتلم المذاكره بتاعتك تاني اول باول. سؤال رقم 10 يا شباب، اي من مالي يعتبر صحيح لما يحدث لخامات الحديد اثناء عمليه التلبيد. طب يا شباب عمليه التلبيد دي برضه نفكر بعض، هي عمليه كيميائيه ولا عمليه فيزيائيه؟ لا، ده عمليه فيزيائيه. طب ايه اللي هيحصل للكتله الكليه للخام؟ يا جماعه لو جينا رجعنا كده على الرسم ده وحاولنا نحل السؤال ده بده، لو انا جيت وزنت الخام المسحوق ووزنت هنا الحبيبات اللي عندي والدقائق الكبيره، الكتله هتتغير؟ طبعا لا. يبقى كتله الخام يا جماعه تظل ايه؟ تظل ثابته، يبقى انا هستبعد الاجابات دي، يبقى الاجابه يا ج يا د. طب كتله الدقيقه، لو انت ركزت كده حضرتك، كتله الدقيقه الصغيره دي نفترض ان هي عامله 5 جرام، يا ترى الكتله الكبيره دي برضه هتساوي الكتله الصغيره؟ لا، انا عمال اجمع اكتر من دقيقه مع بعض، يبقى كتله الدقائق بتاعتك هيحصل لها ايه؟ هتزيد، مش هتظل ثابته. وحجم الدقيقه يا جماعه هيزداد، يبقى الاجابه عندك هنا رقم ج. سؤال رقم 11، بعد انتهاء عمليه تركيز خامات الحديد، يبقى انا بتكلم بعد الانتهاء من عمليه التركيز. برضه يا شباب ده عمليه فيزيائيه، بس العمليه دي بقى الغرض منها ايه؟ بتخلص من مين الاول؟ من الشوائب، تمام؟ وبعمل ايه في نسبه الحديد؟ نسبه الحديد بتاعتك هتزيد. طب تظل كتله الحديد ثابته؟ وهتزيد نسبته، تمام.
طب هتزداد كتله الحديد يا جماعه، انا ما زودتش حديد من عندي، انا بس طلعت منه الشوائب فزودت النسبه بتاعته، تمام؟ وتظل النسبه ثابته، ببوظها خالص في الاخر. تزداد كتله الحديد برضه غلط، هتقل كتله الحديد برضه غلط، يبقى ضغط الاجابه عندنا رقم مين؟ رقم الف. هنروح يا شباب للسؤال رقم 12. قطعه من خام الليمونايت كتلتها 1 كيلو جرام، يبقى ده يا شباب كتله خام الليمونايت اجريت عليها عمليه كيميائيه. خد بالك فيها عمليات كيميائيه وفيزيائيه. العمليه الكيميائيه اللي هتجرى دلوقتي هنشوف عملت ايه. لما عملنا العمليه الكيميائيه اصبحت كتله الخام 8/10 بعد ما كانت 1، يبقى كتله الخام بدات تقل. يبقى انا اكيد عملت هنا عمليه كيميائيه تسمى تحميص، اللي هو تسخين الخام بشده فين؟ في الهواء، بغرض ان اعراض الغاز مين؟ الاكسجين، فبأكسد معظم الشوائب، تمام، وبرفع نسبه الحديد. طيب انا عندي بقى قطعه ثانيه من خام الهيماتايت كتلتها 1.5 كيلو جرام، اجريت عليها عمليه المره دي فيزيائيه فاصبحت الكتله 1 و2 بعد ما كانت 1.5، يبقى الكتله بتاعته برضه هنا ايه؟ قلت، بس هنا قل عمليه فيزيائيه. يبقى انت هنا حضرتك عملت عمليه ايه؟ تركيز. طب والتركيز ده بيتم بكام عمليه؟ 3، يا اما عمليه فصل كهربي، يا اما عمليه فصل مغناطيسي، او بتعمل عمليه توتر سطحي. اهم حاجه اختار العمليه اكس الاول. يا ترى يا فصل مغناطيسي؟ لا، ده عمليه فيزيائيه، تمام. اكس تحميص تمشي، اكس فصل كهربي لا، اكس هنا تحميص تمشي. طب الواي احنا قلنا حاجه بتمثل التركيز بين الثلاثه اللي قلناهم، توتر سطحي، تمام. طبعا استبعدنا الف واستبعدنا د. طب هنا الاكس تحميص والواي تكسير؟ طبعا لا، التكسير ما بيغيرش عندي هنا في الكتله، ما بيقللهاش. يبقى عندي هنا يا شباب الاجابه موجوده ان شاء الله رقم ج. سؤال رقم 13. كل مما يلي يمكن اجراؤه لخام الحديد قبل تسخينه بشده في الهواء. يعني بيقول لك في عمليات هعملها قبل ما اعمل عمليه التحميص، ده معنى الجمله دي، ما عدا. يا ترى هتخلص من بعض الشوائب في صوره غازيه؟ طبعا لا، لان انت طول ما انت شغال في العمليات الفيزيائيه، وتحديدا لو انت شغال في عمليه التركيز، فانت بتتخلص من الشوائب في صوره صلبه. يبقى الف دي غلط، يبقى انا بتخلص من الشوائب في صوره صلبه طبعا. زياده نسبه الحديد في الخام بعمليه فيزيائيه، تمام، مش كيميائيه، لان التحميص هي اللي كيميائيه. التكسير والطحن من صخور الخام، تمام، عشان اجيب الاحجام المناسبه، هي من البدايه معروفه. الاجابه الغلط هتكون رقم الف. سؤال رقم 14. طبعا السؤال او الرسومات دي مش موجوده عندك جوه الكتاب، بس لازم يكون عندك استنتاج انت شغال على ايه. طبعا هنا بيقول لي انا عندي اكس، الاكس ده يا شباب هيبقى ايه؟ هو خام للحديد، هو احد خامات الحديد، تمام. انا عندي هنا مغناطيس، طبعا خام الحديد ماشي هنا المفروض ان بيكون عباره عن حديد ومعاه يا شباب ومعاه شوائب. انا جبت مغناطيس، يبقى انا هنا بعمل عمليه فصل. طيب يبقى الفصل ده يتبع عمليه التركيز. طيب عندي هنا الحديد برضو في نسبه شوائب، وعندي هنا زد دي الشوائب اللي انا اتخلصت منها. يبقى انا هنا يا جماعه عندي حديد بس معاه بعض الشوائب، مش نسبه عاليه. انا بقول هنا يا جماعه بعض، انما هنا الحديد معاه الشوائب بنسبه ايه؟ بنسبه عاليه. تعالى بقى نشوف كده الاجابات هو عايز يوصل معايا لايه. ايا مما يلي صحيح. اكس تعبر عن خام الحديد قبل عمليه التكسير. طبعا لا يا جماعه، ده انا كسرته، ده انا كده رايح اعمل له عمليه تركيز، انا عديت المرحله دي. يبقى يا جماعه الاجابه الف هنا عندنا ايه؟ غلط. نسبه الحديد في واي، ادي يا جماعه الواي اهو، بعد ما عملت عمليه تركيز اكبر نسبته في اكس اللي هو الخام. طبعا، لان انا لما بعمل عمليه تركيز يا شباب انا زودت مين؟ زودت نسبه الحديد عن طريق عمليه ايه؟ فصل الشوائب، وبفصلها في الصوره الايه؟ الصلبه زي ما انت شايف. طب خلاص، هي كده الاجابه عندنا تبقى رقم ب. الشكل يمثل تكسير؟ لا غلط، هو احدى عمليات الايه؟ التركيز. واي تمثل حديد نقي؟ لا يا جماعه، ده حديد معاه بعض الايه؟ الشوائب. يبقى الاجابه عندنا ان شاء الله رقم ب. السؤال اللي بعد كده رقم 15.
اي مما يلي صحيح بالنسبه لمراحل استخلاص الحديد من خاماته. بيقول لي هنا العمليات التي لا تغير من نسبه الحديد في الخام. وانا مغمض يا جماعه، تكسير وتركيز، طبعا التركيز غلط، ده بيعلي النسبه. تكسير وتلبيد طبعا صح، الاثنين دول ما بيأثروش على النسبه. تمام؟ هنا بيقول لي العمليات التي لا تغير من نسبه الايه؟ الحديد، ده بيغير من النسبه، ده ما بيأثرش عليها. التلبيد والتركيز ده بيرفع النسبه. التركيز والتحميص الاثنين بيرفعوا النسبه، ودي عمليه فيزيائيه، دي عمليه كيميائيه، وعايز الذي لا يغير. طب العمليات التي تزيد من نسبه الحديد، تمام، تكسير احنا خلاص قلنا دي غلط ودي غلط ودي غلط. التركيز بيعلي النسبه والتحميص بيعلي النسبه. بكرر تاني، الموضوع رابط بعض اهو، دي عمليه فيزيائيه دي عمليه كيميائيه. يبقى الاجابه هنا عندنا رقم ده. سؤال رقم 16. العمليه الفيزيائيه التي ينتج عنها نقص في كتله الخام. هنا يا جماعه كتله الخام هتقل وزياده نسبه الحديد فيه. يبقى انا كده بعمل عمليه تركيز عشان اقل عمليه ايه؟ فيزيائيه. مع بقاء كتله الحديد ثابته. طيب تمام. يبقى هي عمليه، هندور بقى على اي حاجه تتبع عمليات التركيز. هي تكسير طبعا لا، تركيز ماشي، تحميص طبعا لا، تحميص طبعا لا. يبقى الاجابه عندي هنا رقم ج، بس برضه نكمل. بينما العمليه الكيميائيه التي ينتج عنها نقص في كتله الخام، تمام، وبزود بقى نسبه الحديد، ده عمليه مين؟ التحميص. طب ليه يا جماعه الخام كتلته بتقل؟ عشان سيادتك بتتخلص من بعض الغازات، وبتتخلص من الشوائب في صوره غازيه، بتتخلص برضه من الرطوبه اللي هي تمثل في مين؟ في الميه. يبقى الاجابه هنا يا شباب رقم ج. سؤال رقم 17. جميع ما يلي يهدف الى تحسين الخواص الفيزيائيه لخام الحديد قبل الاختزال. خد بالك انا عايز احسن خواص فيزيائيه مش خواص كيميائيه، ما عدا اكسده بعض الشوائب طبعا غلط، ده بيحصل في عمليه التحميص، ودي عمليه كيميائيه مش فيزيائيه. وبقول لنا ما عدا، خلاص الاجابه اتعرفت، هو جايبها اول نقطه. هنزود برضه زياده نسبه الحديد في الخام. ما انا كده برضه يا جماعه بزود النسبه عن طريق العمليات الفيزيائيه لما بتخلص من الشوائب في الصوره الصلبه. ربط وتجميع الحبيبات ده عمليه تلبيد. تكسير وطحن تمام. الوحيده اللي غلط عندي اكسده بعض الشوائب، ما اقدرش اعملها الا في عمليه التحميص، تسخين الخام بشده في الهواء. سؤال رقم 18 من المخطط التالي. جايب لي هنا يا شباب خام للحديد. عملنا عمليه مش عارفها، طلع خام حديد ومعاه شوائب صلبه بس كده. انت هنا عملت عمليه تركيز، ايه اللي عرفك؟ اتخلصت من الشوائب في صوره صلبه. عملنا عمليه رقم 2، فجبنا خام حديد ونسبه رطوبه اقل. يبقى انت هنا عملت عمليه تحميص، سخنت الخام بشده فين؟ في الهواء، لسه قايلين من شويه بتخلص من نسبه رطوبه اللي هي متمثله في الميه. فبيقول لي هنا بقى العمليه 1 اللي هي عمليه التركيز هي كيميائيه؟ غلط يا جماعه. التركيز بنكرر تاني، مش عايزك تزهق، التكرار هيثبت لك المعلومه. دي عمليه فيزيائيه، والتحميص دي يا شباب عمليه كيميائيه. طب العمليه 1 فيزيائيه؟ تمام. العمليه 2 كيميائيه؟ خلاص تمام. الاجابه عندي هنا رقم ب. طبعا هيقعد يبدل بقى 1 كيميائيه و2 كيميائيه، طبعا غلط. 1 فيزيائيه و2 فيزيائيه برضه ايه؟ غلط. يبقى الاجابه عندي هنا رقم ب. سؤال رقم 19. امامك 4 عبارات عن مرحله يتم فيها تحسين الخواص الكيميائيه للحديد. ركز في السؤال ده، في معلومه حلوه. انا دلوقتي بحسن الخواص الكيميائيه، فاكيد بعمل تحميص. فبيقول لي نواتج تحميص. خام الليمونايت بطلع اكسيد حديد ثلاثي وثاني اكسيد الكربون، طبعا غلط. هتقول لي اللي عرفك؟ اقول لك تعالى راجع مع حضرتك كده تحميص خام الليمونايت. خام الليمونايت يا جماعه هو اكسيد الحديد الثلاثي المتهدرج ومع شوائب، بس انا بتكلم على اللي موجود بنسبه اعلى. طيب خام الليمونايت 2 Fe2O3 دوت 3H2O. انا بعمل تسخين بخام بشده في الهواء، هيطلع عندي 2 Fe2O3 زائد 3H2O. انا اتخلصت من مين يا شباب؟ من الرطوبه، ورفعت نسبه الحديد فين؟ في الخام. يبقى طلع عندي هنا اكسيد حديد ايه؟ ثلاثي. وقلنا يا شباب ان اي خام بتحمصه الهدف ان انا اوصل لاكسيد الحديد الثلاثي.
بس ما طلعش ثاني اكسيد الكربون، ده طلع ايه؟ ميه. نرجع يا جماعه للسؤال، يبقى اول اجابه عندك هنا غلط، يبقى اللي طلع عندنا هنا ميه. طيب العباره رقم 2، هسخن كربونات الحديد اللي هو يعتبر من احد خامات السيدرايت او داخل في تركيب خام السيدرايت، هسخنه بشده في الهواء، يعني هعمل له عمليه تحميص. لا يتغير عدد تاكسد الحديد فيه، لا طبعا غلط. ده هنا يا جماعه عند السيدرايت هو Fe-2، كربونات الحديد الثنائيه. لما انا بسخنها بشده في الهواء باكسده وبحوله لاكسيد حديد ثلاثي، فالحديد اتغير لموجب 3، يبقى يزداد عدد التاكسد، يبقى ده برضه عباره غلط. العباره رقم 3، عند تحميص خام الحديد ذو اللون الرمادي المصفر اللي هو السيدرايت، او هشتغل على كربونات الحديد الثنائيه، يزداد عدد تاكسد الحديد؟ طبعا، من ثنائي لثلاثي. عند تحميص اي خام للحديد فانه يتحول في النهايه لاكسيد حديد ثلاثي، برضه دي اجابه تمام. فبيقول لي بقى مين صح في الاربع عبارات دول؟ يبقى الاجابه عندي ده. العباره رقم 3 صح ورقم 4 صح. تمام؟ نروح يا شباب على السؤال اللي بعده. للتخلص من شوائب الكبريت والفوسفور في صوره صلبه. يبقى انا هنا يا جماعه بتكلم عن احدى عمليات التركيز، والتركيز ده اللي العمليه اكس طبعا بتصنف عندي هي عمليه فيزيائيه. طبعا التركيز يا اما بعمل توتر سطحي، يا اما فصل مغناطيسي او فصل كهربي. وعشان اتخلص من نفس الشوائب في صوره غازيه تجرى العمليه واي اللي هي عمليه التحميص، ودي طبعا عمليه كيميائيه. هو عايز العمليات دي بس على الترتيب، ما نبدلش يعني المسميات او المعطيات. طبعا الف ده عمليه تركيز مش تكسير ولا هي اختزال. طب هنا عندي فصل مغناطيسي، ده احدى عمليات عمليه التركيز. طب عندي هنا تحميص، ده عمليه كيميائيه. تبقى الاجابه عندي هنا رقم ده. سؤال بسيط وسؤال واضح واجابته مش عايز الف ودوران. سؤال رقم 21، بيخرج الحديد من الفرن العالي في صوره مصهور، تمام، مما يعني ان المنطقه السفلى من الفرن تصل. درجه حرارتها تقريبا الى كام؟ طب مبدئيا يا جماعه عشان عنصر الحديد يكون موجود عندي في صوره مصهور، يبقى انت عندك درجه حراره اكبر من ولا اصغر من؟ لا ده انا عايزها اكبر من درجه انصهاره هو نفسه. طب هو درجه انصهاره كام؟ 1538 درجه. الدرجه دي اتمنى ان سيادتك تحفظها عشان ما اقولكش افتح ورقه المفاهيم وبص على درجه الانصهار. طب هي موجوده ولا مش موجوده؟ لا، كثافه الحديد 787%، درجه انصهاره 1538. هيفرقوا معاك كتير قوي وانت بتحل. يبقى انا محتاج درجه حراره الفرن تبقى اعلى من الدرجه دي عشان اخلي الحديد في صوره ايه؟ مصهور. ينفع 1000؟ لا طبعا، لا طبعا. ده لو انا سبتها عند 1000 هيطلع عندي في الحاله الصلبه 1800. طبعا ده اعلى من 1538. طب 1358 ده اصغر من درجه الانصهار، 500 اصغر من درجه الانصهار. يبقى الاجابه عندي هنا رقم ج. سؤال رقم 22، اي العبارات التاليه صحيحه في فرن مادريكس؟ مصدر العامل المختزل هو فحم الكوك. الكوك ده مش بتاع مادريكس خالص، ده بتاع الفرن مين يا جماعه؟ العالي. العامل المختزل هو غاز اول اكسيد الكربون، نفس الكلام، ده بتاع الفرن العالي. العامل المختزل هو الغاز المائي. السؤال انا شايفه حضرتك سؤال مباشر، ما فيهوش اي معلومه، ما فيهوش اي حاجه تخليك تبدا تتوه او تحل السؤال غلط. سؤال رقم 27، سؤال 23، اي العبارات التاليه تنطبق على ما يحدث في الفرن العالي؟ طب الفرن العالي ده اعتماده طبعا على فحم الكوك. بيقول لي هنا يقوم الغاز المائي، ملوش علاقه بالفرن العالي. ينشا عن احتراق فحم الكوك امتصاص كميه كبيره من الحراره. طبعا يا جماعه غلط. سيادتك لما بتجيب فحم الكوك بيشتعل او بيحترق مع الاكسجين، بيطلع ثاني اكسيد الكربون زائد حراره. يعني ايه؟ التفاعل ده يا جماعه طارد للحراره. فيجي طالب يقول لي خد بالك انا بذاكر دايما ان فحم الكوك هو مصدر العامل المختزل. تمام، كلام زي الفل. بس فحم الكوك يا جماعه ليه وظيفتين مش وظيفه واحده. اول وظيفه اللي انت قلتها هو مصدر العامل المختزل. الوظيفه الثانيه اللي الطلبه كتير ما يبقاش واخد باله منها هو رفع درجه حراره الفرن.
ده يعتبر الوقود اللي بشغل بيه الفرن. يبقى كده احتراقه ده مش امتصاص او يصاحبه امتصاص، ده يصاحبه انطلاق طاقه حراريه. الحديد الناتج منه يحتوي على نسبه من الشوائب، طبعا صح، استحاله يكون طلع حديد نقد بنسبه 100%. الحديد الناتج منه يستخدم في فرن ماتريكس، لا، ده انا باخد حديد من الفرن العالي بدخله يا اما محول اكسجيني او فرن مفتوح او فرن كهربي. تبقى الاجابه عندنا يا جماعه هو عايز الذي ينطبق، تبقى الاجابه عندنا هنا رقم ج. طبعا الثلاث اجابات التانيين غلط. سؤال 24 انا شايف السؤال جميل جدا وسؤال كويس. بيقول لي انت عندك 5 تفاعلات بيحصلوا داخل الفرن العالي. طبعا سيادتك ما شفتش ده خالص، المفروض انت مطالب بيه. ده الحجر الجيري، طب دوره ايه يا جماعه؟ بيطلع لي اكسيد الكالسيوم. طب اكسيد الكالسيوم بيرتبط مع الشوائب الموجوده في الفرن العالي وبتخلص منها في صوره حاجه اسمها الخبز. طب دلوقتي القصه دي بعيده شويه، خلينا في اللي يخصنا. ان انا عندي هنا حصل عمليه انحلال حراري. الانحلال ده طلع اكسيد كالسيوم وثاني اكسيد الكربون. اكسيد الكالسيوم هيتحد مع السايو 2 احدى مركبات الشوائب ويطلع لي سيليكات الكالسيوم. طب هنا بيقول لي مين من التفاعلات دي؟ طبعا انت عارف باقي المعادلات. مين من التفاعلات دي يمثل تفاعل اكسده وايه؟ واختزال. طب تعال نشوف مين اللي حصل له اكسده ومين اللي حصل له اختزال ومين معادله هيمشي عليها الكلام ده ومين اللي مش هيمشي عليها الكلام ده. طبعا الكالسيوم ده عنصر ممثل عدد تاكسده ثابت بموجب 2. طبعا هنا الكربون في مجموعه الكربونات بموجب 4. الاكسجين ثابت بسالب 2. طبعا برضو الكالسيوم ده عنصر ممثل في المجموعه التوي بموجب 2. الاكسجين بسالب 2. سالب 2 في 2 بسالب 4. طبعا كل او بسالب 2 ما اتغيرتش. الكربون بكام يا شباب؟ عفوا بموجب 4. يبقى المعادله دي يا جماعه لم يحدث بها لا اكسده ولا اختزال. تعال في المعادله الثانيه. الكالسيوم يا شباب بموجب 2. الاكسجين بسالب 2. سالب 2 في 2 يبقى سالب 4. يبقى الاس اي بموجب 4. تعال نحسبه هنا. ده بموجب 2. تعال الاكسجين سالب 2 في 3 سالب 6. يبقى لازم ده يكون بموجب 4 عشان المجموع الجبري للمركب يدينا صفر. يبقى برضه هنا المعادله دي ما حصلش فيها لا اكسده ولا اختزال. تعالى هنا الكربون منفرد يبقى بصفر، طلع سي او 2 يبقى موجب 4. طب والاكسجين بصفر هيطلع بسالب 2 الواحده في 2 يبقى بسالب 4. يبقى هنا حصل اكسده للكربون واختزال للاكسجين. يبقى دي حصل فيها اكسده واختزال. بالمثل ده هنا بصفر طلع بكام؟ بموجب 2. انا عندي هنا موجب 4 طلع بموجب 2. برضه هنا حصل اكسده واختزال لعنصر الكربون. الحديد هنا مشهور طبعا بموجب 3 طلع هنا في المعادله بموجب 2. يبقى حصل اكسده واختزال. حصل اختزال يبقى كده الكربون ده كان بموجب 2 طلع عندي هنا موجب 4. طالما حصل اختزال لازم يحصل اكسده. حصل اكسده لازم يحصل اختزال. لان قلنا يا جماعه ان العمليات دي عمليات متلازمه، مفيش حاجه بتحصل من غير الثانيه. يبقى احنا لو ركزنا لا المعادله الاولى فيها اكسده واختزال ولا المعادله الثانيه، مين اللي فيها اكسده واختزال؟ الثالثه والرابعه والخامسه. الثالثه والرابعه والخامسه. تبقى الاجابه عندك هنا رقم ج. ده يا جماعه سؤال محترم جدا، سؤال رقم 24 بيناقش معاك فكره الاكسده والاختزال. انا محتاجها بعد كده، ده طول المنهج انت محتاجها بعد كده، تمام؟ حاجه مهمه جدا في صلب المنهج بتاعك. الحاجه الثانيه بيعرفني ان المعادلات كلها داخل الفرن العالي لابد ان يصاحبها حدوث عمليات اكسده واختزال. نروح يا شباب للسؤال رقم 25. المعادله التاليه تعبر عن التفاعل الحادث اثناء استخلاص الحديد من احد خاماته بالفرن العالي. طبعا يا جماعه ده اكسيد الحديد الثلاثي. الحديد هنا بموجب 3. الكربون هنا حضرتك بكام؟ سالب 2. يبقى الكربون هنا بموجب 2 في اول اكسيد الكربون. طلع عندك الحديد بصفر. يبقى الحديد ده حصل له عمليه اختزال. الكربون هيطلع بموجب 4. يبقى ده حصل له عمليه اكسده. بنذاكر مع بعض. يبقى الحديد ده اتحول من كام لكام؟ من 3 ل0. اتحول من 3 ل0 من 3 ل0 لحد دلوقتي الاثنين يمشوا. من موجب 2 ل0 لا طبعا. من موجب 6 لا دي كارثه ما حصلتش الكلام ده. طب غاز سي او هو العامل المختزل. هو عند الكربون حصل له اكسده. العامل عكس العمليه يبقى ده العامل مين؟ المختزل. طب لو كان حصل له اختزال كنت ممكن اختار عامل مؤكسد. امال مين العامل المؤكسد يا جماعه في المعادله دي؟ هو اكسيد الحديد الثلاثي. هو اللي شغال معايا ايه؟ عامل مؤكسد. سواء كنت بشتغل
في الفرن العالي او سواء كنت بشتغل في فرن ماتريكس. تبقى الاجابه يا شباب رقم الف. نروح للسؤال اللي بعده. معانا بقى سؤال 26. في فرن ماتريكس عند استخدام 6 مول من غاز CO او اكسيد الكربون و6 مول من غاز الهيدروجين اللي هو ال H2 لاختزال كميه كافيه من ال Fe2O3. خد بالك هو بيتكلم في فرن مين؟ ماتريكس. طب ما تيجي كده بسرعه نكتب معادله فرن ماتريكس. انا عندي هنا 2 Fe2O3 بفعله مع 3 CO مع 3 H2 طبعا في وجود حراره، فبيطلع لي 4 Fe زائد 3 CO2 زائد 3 H2O. انا هنا استخدمت او هنا جبت خامات 2 مول من ال Fe2O3 مع 3 مول من اول اكسيد الكربون ومع 3 مول من الهيدروجين. بيقول لي بقى انا هستخدم 6 مول من غاز CO و6 مول من غاز الهيدروجين، يعني هيضاعف هنا 6 وهنا 6. هو الناتج كان كام يا شباب؟ 4. لما ضاعف يبقى الناتج كام؟ 8. يبقى الاجابه عندي هنا على طول رقم ج. سؤال 27. امامك رسم توضيحي في الفرن العالي. اي الغازات الاتيه هو المكون الاساسي للنفايات الغازيه الساخنه؟ من غير ما ابص يا جماعه، انا عندي الخام اللي بستخدمه هو خام اكسيد الحديد الثلاثي او خام الهيماتايت. انا طبعا بختزله باول اكسيد الكربون. عندي حراره اعلى من كام؟ من 700. طبعا بيطلع لي الحديد وبيطلع عندي ثاني اكسيد الكربون بنسبه كبيره. يبقى يا جماعه المكون الاساسي للنفايات الغازيه ده يا ترى هيبقى اول اكسيد الكربون؟ طبعا لا. ثاني اكسيد الكبريت اللي هو SO2 طبعا لا. يبقى الاجابه مين يا شباب على طول مباشر؟ هو ثاني اكسيد الكربون، هو اكبر غاز له نسبه في النفايات الغازيه اللي طالعه. السؤال اللي بعد كده رقم 28. فيما يلي 3 عمليات تجرى لزياده نسبه الحديد في الخام عند استخلاص الحديد من خاماته. العمليه اكس تتضمن الفصل المغناطيسي. تمام، انا عايز ازود نسبه الحديد، وطبعا يا جماعه دي عمليه ايه؟ فيزيائيه تتبع عمليات التركيز. العمليه واي تتم في الفرن العالي او فرن ماتريكس. تمام، انا كده يا جماعه داخل في مرحله الاختزال ودي تفاعلات كيميائيه، يعني العمليه لو بيسميها هي عمليه كيميائيه وليست فيزيائيه. العمليه زد يتم فيها تسخين خام الحديد بشده في الهواء. طبعا يا جماعه دي عمليه التحميص، ودي طبعا برضو بتصنف معانا ان هي عمليه ايه؟ كيميائيه. بيقول لي كل مما صحيح ما عدا. عندي جمله غلط. العمليه اكس هي عمليه فيزيائيه الفصل المغناطيسي؟ طبعا صح. والعمليه واي هي عمليه كيميائيه. تمام، اللي هي بتتم داخل الافران سواء فرن عالي او ماتريكس. العمليه اكس هي عمليه تركيز. تمام. العمليه واي هي اختزال للخامات. تمام، مرحله الاختزال جوه الافران. العمليه زد تفصل فيها شوائب الكبريت في صوره غازيه. طب هي دي يا جماعه العمليه زد، بسخن الخام بشده في الهواء، عمليه التحميص. كنت بتخلص ازاي من الكبريت؟ ان الاس مع الاو2 في وجود حراره بيطلع SO2 ثاني اكسيد الكبريت، والمعادله دي لها معانا سؤال مهم قوي بعد كده. العمليه واي للحديد، العمليه واي اللي بتتم داخل الافران. الحديد الناتج منها لا يحتوي على شوائب. طبعا يا جماعه دي اجابه غلط، لازم يكون فيها ايه؟ شوائب. لما بخش مرحله الانتاج كان بيقول لك اول مرحله يتم فيها التخلص من بعض الشوائب، المرحله الثانيه بضيف العناصر المطلوبه. فحتى كنا بنقول للطالب اول مرحله ايه؟ نسبه الحديد فيها بتزيد عشان بتخلص من الشوائب. طب بضيف عناصر مطلوبه، يبقى النسبه الثانيه من الانتاج بلاقي نسبه الحديد فيها عماله بتقل. نروح يا جماعه للسؤال رقم 29. للحصول على الحديد الصلب. تمام، يبقى انا دلوقتي يا جماعه رايح لحد مرحله الانتاج داخل جوه الفرن المفتوح. تمام، او الفرن الكهربي او المحول الاكسجيني. من 5 سدرايت تجرى العمليات الاتيه على الترتيب. يا ترى يا جماعه هعمل تحميص؟ ماشي، وبعدين انتاج. ازاي الانتاج قبل الاختزال؟ الاجابه دي غلط. هعمل اختزال وبعدين انتاج وبعدين تحميص. ده التحميص عمليه تسبق مرحله الاختزال. اجابه غلط. محتاجه بس طالب مرتب افكاره. هعمل تحميص. تمام، طب بعد التحميص هدخل مرحله الاختزال جوه الافران عالي او ماتريكس. بعد الاختزال هخش مرحله الانتاج.
الثلاث افران بتوعنا. يبقى الاجابه عندي هنا رقم ده. سؤال 30 يا شباب بيقول المخطط الاتي يوضح بعض مراحل استخلاص الحديد من ايه؟ من خاماته. انا عندي هنا اكسيد الحديد الثلاثي الموجود جوه خام الهيماتايت، بعمل له عمليه اسمها ايه؟ بطلع منها حديد. يبقى انا كده اكيد شغال في مرحله الاختزال جوه فرنين، يا علي يا مدركس. الحديد عملت له عمليه بي فطلعت منه سبيكه. يبقى اكيد العمليه بي دي يا جماعه هي مرحله الانتاج جوه الافران، سواء كان فرن مفتوح او فرن كهربي او محول اكسجيني. بيقول لي ايه من مالي صحيح، مكان حدوث العمليه ايه؟ طبعا احنا قلنا هنا في الافران ما ينفعش استخدم فرن مفتوح، هي ممكن عالي او مدركس، ما ينفعش استخدم محول اكسجيني. طب العناصر التي تضاف للحديد في العمليه بي، انا عايز اطلع زمركات السيارات، فكان بيقول لك الفانديوم بحطه مع مين يا شباب؟ مع الصلب اللي هو عباره عن حديد وكربون. يبقى العناصر اللي هضيفها مين يا جماعه؟ كربون وفانديوم صح، كربون وفانديوم صح. ما ينفعش منجنيز، لان المنجنيز ده يا جماعه انا بستخدمه في خطوط السكك اللي هي يا شباب الحديديه. طيب انا عندي هنا الاجابه الصح رقم مين؟ رقم الف، لان احنا قلنا المرحله ايه؟ هي احدى مراحل الاختزال، ما فيهاش فرن مفتوح. السؤال يا جماعه اللي بعد كده، سؤال رقم 31، اي من مالي صحيح؟ لانتاج خطوط السكك الحديديه يتم اضافه، اكيد يا جماعه انا بضيف المنجنيز، وده يا شباب بيكون في مرحله الانتاج جوه فرن مفتوح او فرن كهربي او محول اكسجين. طيب لانتاج زمركات السيارات، طبعا الفانديوم بضيفه للحديد معاهم الكربون، تمام؟ يتم اضافه الفانديوم الى الصلب فين؟ طيب هنا يا شباب في مرحله الانتاج انا هنتج خطوط سكك حديديه، يتم اضافه الفانديوم طبعا لا، الكروم طبعا لا، المنجنيز. الحديد اثناء مرحله الاختزال طبعا لا، اثناء مرحله الايه؟ الانتاج. يبقى الاجابه عندي هنا رقم ج. تعالوا نشوف اللي قصادها، الفانديوم للحديد والكربون في الفرن الكهربي او الفرن المفتوح، اللي ده يا جماعه بنقول عليه في مرحله مين؟ الانتاج بتاعتي. السؤال اللي بعد كده، طبعا الاسئله اللي جايه هنا عنوانها السبائك، ازاي بحضرها، انواعها ايه، ازاي اميز ما بينها. طبعا يا جماعه ده من الدروس المهمه جدا اللي بيكون بنسبه 100% بنحاول، او اللي بيحط الامتحان عينه بتكون ان هو حابب يجيب عليها نقطه، فحاول دايما تكون مركز. اول سؤال بيقول لي اي من السبائك التاليه تتحد عناصرها كيميائيا. انا حابب قبل ما ابدا الاجابات اقول لك ان في اسئله كتير لو انت طالب مفتح ومصحصح وانت بتذاكر مش هتبص لراس السؤال، هتلاقي اساسا الاجابات في منها اللي يمشي وفي منها اللي ما يمشيش خالص. احنا يا جماعه عندنا سبيكه تسمى السبيكه البينيه، مظبوط؟ وعندنا سبيكه تسمى السبيكه الاستبداليه، وفي سبيكه بنسميها سبائك المركبات البنفلزيه. لو تلاحظ ان انا عندي هنا ميزت دي بكلمه سبائك يا جماعه مركبات. طب ليه يا عم انت قلت مركبات؟ عشان هنا بيحصل عمليه اتحاد، هنا بيحصل عمليه تفاعل، يعني من النهايه انت بتديني هنا مركب كيميائي، يعني من النهايه هيكون ليه صيغه كيميائيه. طيب تمام، امال انت هنا بتعمل ايه؟ لا ده هنا بعمل خلط، وهنا بعمل ايه يا جماعه؟ بعمل خلط. السبيكه البينيه والسبيكه الاستبداليه يا جماعه ناتجه من خلط بدون تفاعل، بنعتبرها محاليل. محاليل ازاي يا عم؟ محاليل صلبه في صلب، تمام؟ بيكون فيها مذاب ومذيب، في اللي كميته اكبر وفي اللي كميته اقل. طيب انا دلوقتي بقول ركز على الكلمات اللي احنا قلناها اللي هي ايه؟ هنا عمليه اتحاد، هنا عمليه خلط، هنا عمليه خلط. هنا اللي يكون عندي محاليل، هنا اللي يكون عندي مركبات. طيب هنا دي مركبات لها صيغه لا تخضع لقوانين التكافؤ. تعالى بقى نشوف ازاي انا مش هشوف السؤال اساسا. هو ينفع اقول انا عندي سبيكه تستخدم في ملفات التسخين والافران الكهربائيه واتحد فيها العناصر؟ هتقول لي ازاي؟ ده هي عباره عن نيكل مع عنصر مين؟ مع عنصر الكروم. انا عندي يا شباب العناصر من الكروم حتى النحاس. العناصر دي عناصر ايه؟ مثاليه في دخول او في صناعه السبائك او في تحضير السبائك الايه؟
الاستبداليه. ليه؟ لسبب مهم جدا انت حافظه صم، لتقارب انصاف الاقطار او لتقارب الاحجام الذريه. يبقى هنا يا جماعه هنا مفيش سبيكه بين فلزيه او مركبات بين فلزيه، دي استبداليه بالاجابه دي غلط. سبيكه ده تستخدم في السلك الحديديه حديد ومنجنيز، الحديد والمنجنيز برضه استبداليه. هنا بيقول لي تتحد. السيمنتايت Fe3C كربيد الحديد طبعا دي يا جماعه ناتجه من اتحاد كيميائي. طب البوكسايت لسه ما خدناهوش بس ده عندك في الباب الرابع Al2O3 تمام، ده احد خامات الالومنيوم، خامات مش سبيكه. يبقى الاجابه عندي هنا يا شباب رقم ج عشان الناتجه من عمليه اتحاد. السؤال اللي بعد كده امامك 3 اشكال اكس واي وزد. طيب انت شايف المنظر اكس ده كل الذرات ما فيش حد معاها، يبقى ده يا جماعه من غير ما نشوف الاجابات ده فلز نقي تمام او عنصر نقي. طب هنا عندي الذرات في بينها ذرات اصغر في المسافات البينيه، يبقى دي يا جماعه سبيكه بينيه. طب هنا عندي ذرات بدلناها بذرات ثانيه تقريبا حجمهم متساوي، يبقى دي يا جماعه سبيكه استبداليه. يبقى تعالى نشوف الاجابات. الشكل اكس ده فلز نقي، طبعا هبعد عن ده عن الف وده، فلز نقي وفلز نقي. طب الشكل واي قلنا يا جماعه سبيكه بينيه، يبقى الاجابه عندي هنا رقم كام؟ رقم ج. سؤال يا جماعه من الاسئله المباشره ولكنه سؤال كثير التكرار في جميع الملخصات. سؤال رقم 34 هنا قال لي اول كلمه في السؤال ايه يا جماعه؟ عايزك تركز كده. قال لي اضافه. يعني ايه اضافه؟ يعني انا دلوقتي ما عملتش تفاعل، يبقى اضافه بعض ذرات الكربون في المسافات البينيه لفلز الحديد يؤدي الى تكوين طبعا سبيكه بينيه اللي احنا بنسميها سبيكه الصلب. سبيكه الصلب يبقى تتكون سبيكه اكثر يا جماعه صلابه، يبقى الاجابه رقم ا. طب هتتكون سبيكه السيمنتايت اللي هي مركبات بين فلزيه اللي هي ناتجه من عمليات الاتحاد. يا عم انت بتقول اضافه، يبقى دي غلط. تكوين سبيكه بين فلزيه برضه ما ينفعش. تكوين سبيكه استبداليه ما ينفعش. انصاف الاقطار يا جماعه مش متساويه. السؤال اللي بعد كده الجدول التالي يوضح الاعداد الذريه ل7 عناصر رموزها الافتراضيه A و B و C و D و E و F و G. الاعداد الذريه ده 79 اوتوماتيك ده عنصر الذهب. ده يا جماعه 47 يبقى ده عنصر الفضه. 46 ده البلاديوم. 28 ده النيكل، طبعا البلاديوم تحت النيكل. 26 ده الحديد. 24 ده الكروم. 5 عنصر ممثل البورون. طيب اي من ازواج العناصر التاليه يمكنه تكوين سبيكه بينيه؟ يبقى انا دلوقتي يا جماعه عايز تساوي ولا عايز اختلاف في نق؟ لا انا عايز اختلاف في نق. عايز الاحجام الذريه مش متساويه. الجي والاف احجام ذريه متساويه دي سبيكه استبداليه. انتقالي مع انتقالي فما قالكش تفاعل، قال لك انا هعمل عمليه ايه؟ خلط تمام؟ لانه قال لك سبيكه ايه؟ بينيه. يبقى في هنا تساوي في انصاف الاقطار فده على طول سبيكه استبداليه ما تنفعش. الدي والسي نيكل وحديد برضه يا جماعه استبداليه. السي والبي حديد وكروم استبداليه. ما عنديش غير الاي والاي اللي هو مين؟ البلاديوم والبورون. في اختلاف كبير جدا في انصاف الاقطار. يبقى دي السبيكه البينيه بتاعتنا. اللي بعد كده يقول لي في السؤال اكس واي وزد 3 عناصر كيميائيه. اكس يستخدم كعامل حفاز في طريقه هابر-بوش، يبقى ده يا جماعه عنصر الحديد. واي يستخدم كعامل حفاز في هدرجه الزيوت، ده يا شباب عنصر النيكل. زد يستخدم كمصدر للعامل المختزل في الفرن العالي، ده عنصر الكربون. خد بالك ان الاثنين دول عناصر من عناصر ال3 دي في الى حد ما تساوي في انصاف الاقطار، انما الباشا ده كربون ده عنصر ممثل. بقول لك اي من مالي صحيح. شفت المعطيات دي كلها؟ تعالى نعتبرها مش موجوده كده ونحل كده المعطيات مع بعض. اعتبر الحاجات دي مش موجوده. عند اتحاد اكس وزد تتكون سبيكه بينيه غلط. طالما انت قلت اتحاد ما ينفعش بينيه. طب عند خلط اكس وواي تتكون استبداليه. طب تعالى كده بص عندك في الاكس والواي. الاكس اللي هو الحديد، الواي النيكل، ينفع تبقى استبداليه؟ طب عند خلط من غير تفاعل هتتكون بين فلزيه؟ طبعا لا. لو لاحظت اتحاد قال لك كده اتحاد يعني حصل تفاعل. بينيه لا ما تنفعش.
طب عند خلط بين فلزيه اللي هي نتيجه من اتحاد ما ينفعش. طب عند اتحاد تتكون استبداليه لا. لو انت بتحاول تغلط وانا مكانك المفروض ما تغلطش، لان واضح خالص ان الاجابه عندك رقم ب، عشان عندي خلط واستبداليه. تمام، هي نتيجه من خلط العناصر ببعضها. السؤال اللي بعد كده رقم 37، اي العبارات التاليه صحيحه عن السبائك البينيه؟ النسبه بين عدد ذرات العنصر المضاف الى ذرات العنصر الاصلي اقل من واحد، دي عباره صح. لان انا يا جماعه بقول انا عندي شبكه بلوريه، تمام؟ انا عندي ذرات الفلز الاصلي بالمنظر اللي قدامنا ده، انا بضيف عدد مساوي ليها؟ لا، ده انا بضيف يا جماعه في المسافات الايه؟ البينيه. اكيد العدد هيكون عدد ايه؟ قليل، يبقى النسبه دايما اقل من واحد. طب تعال نشوف الاختيارات اللي بعدها. النسبه بين حجم الذره المضافه الى ذره العنصر بتساوي الواحد؟ لا طبعا، ده في اختلاف في انصاف الاقطار. تصنع بغرض منع انزلاق الطبقات الفلز؟ ما انا عايز امنع الانزلاق، فده بيقلل الصلابه. ازاي يا عم؟ ده انت حتى بتقول لي سبيكه الصلب، يبقى الصلابه بتاعتك بتزيد مش بتقل، يبقى دي غلط ودي غلط. يضاف عنصر الكربون الى الحديد لعمل سبيكه الحديد الصلب في مرحله الاختزال. يا راجل حرام عليك، الكلام ده في مرحله الايه؟ الانتاج. محول اكسجيني، فرن مفتوح، فرن يا جماعه كهرباء. يبقى عندنا هنا الاجابه الصح موجوده رقم أ. نروح على السؤال اللي بعده. السؤال يا شباب رقم 38، أي مما صحيح العنصران المكونان بشكل أساسي لسبيكة الصلب الذي لا يصدأ؟ الصلب الذي لا يصدأ مكونة من حديد وكروم. يبقى عندنا حديد ونيكل، طبعا غلط. حديد وكربون غلط، يبقى حديد وكروم. حديد وكوبالت برضه غلط، يبقى الإجابة ج. بس نكمل نشوف هو عايز مننا إيه. العنصر الرئيسي في سبيكة الدور ألومنيوم طبعا الألمنيوم، لأن ألمنيوم ونيكل أو ألمنيوم ومعاها مين؟ نحاس. عند نوع السبيكة المستخدمة في ملفات التسخين طبعا النيكل مع الكروم، فطبعا يا جماعة دي سبيكة استبدالية. يبقى السؤال عندي هنا رقم ج. السبائك، يعني سؤال التمييزات هو اللي هيعوز منك اهتمام. هي كل الأسئلة مهمة، بس بنقول أسئلة السبائك إلى حد ما بتكون مباشرة. جميع ما يلي شروط يجب توفرها في العناصر المكونة للسبيكة الاستبدالية ما عدا، يا ترى أنت محتاج عنصرين لهم نفس الشكل البلوري؟ طبعا صح. يكون لهم نفس الخواص الكيميائية؟ تمام، دي شروط محفوظة. يكون لهم نفس نصف القطر؟ طبعا صح. طب أنت محتاج يكون لهم نفس العزم؟ يعني نفس العزم يعني فيهم نفس عدد الإلكترونات المفردة؟ ده مش شرط عندي خالص، أساسا نادرا ما يتساوى عنصرين في العزم. تبقى الإجابة عندي هنا رقم ج. سؤال رقم 40، تتميز سبيكة الحديد والكروم ب أن الكروم يحتل المسافات البينية لفلز الحديد؟ طبعا لا، دي يا جماعة سبيكة استبدالية، تمام؟ يبقى مش هتكلم على المسافات البينية. أن الحديد والكروم يتحدان اتحاد كيميائي؟ طبعا كلمة الاتحاد دي مرفوضة يا جماعة. بنقول تاني دي سبيكة استبدالية وليست مركبات بين فلزية. أنها تتم بين عنصرين مختلفين في الشكل البلوري؟ طبعا لا. استبدال بعض ذرات الحديد بأخرى من الكروم؟ طبعا مظبوط. في السبيكة الاستبدالية بستبدل بعض، النسبة تقريبا بتبقى أقل من الواحد. سؤال 41، الشكل المقابل يمثل رموز افتراضية لأول 3 عناصر تقع في المجموعة ال1 ب. العنصر تي يقع في الدورة الرابعة، يبقى العنصر تي ده يا جماعة عنصر النحاس، يبقى أكيد تحته عنصر الفضة، يبقى أكيد تحته عنصر الذهب. السبيكة المتكونة من الفلزين إي وتي، الإي والتي، النحاس والذهب، ولا مغمض يا جماعة، هي سبيكة استبدالية اللي طبعا بتخش في صناعة الحلي. نروح يا شباب على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 240، عنصران اكس وواي تركيبهم الالكتروني كما هو موضح بالشكل. طيب نشوف تركيب الالكتروني بتاعنا يا شباب. هنلاقي عندنا هنا ال4 اس ب2 وال3 دي في 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى ال3 دي فيها 8، ال4 اس فيها 2، يبقى الاكس بتاعي ده عنصر النيكل. لو بصيت في الواي هلاقي الاس فيها 1، ده ممكن يبقى نحاس؟ لا، بس لقيت الدي بتاعتي فيها 5، يبقى ده عنصر مين؟ الكروم. طب يا ترى يا جماعه السبيكه المتكونه من العنصرين، بس قال لك خد بالك من ايه؟ خلطه، يعني مفيش تفاعل كيميائي حصل. سبيكه بينيه؟ طبعا لا. سبيكه استبداليه؟ تبقى الاجابه عند رقم ب.
سؤال رقم 43 في الشكل المقابل عندي 3 عناصر اكس وواي وزد. اي العبارات التاليه صحيحه. سيبك من الاجابات، انا عندي اكس وواي وزد مفيش تساوي في انصاف الاقطار تقريبا الا بين مين ومين؟ الواي والزد. الاكس اصغر منهم في نقط او في الحجم الذري. بيقول لي هنا عند خلط الاكس مع الواي هتنتج سبيكه استبداليه. غلط يا جماعه، هتنتج عندي سبيكه بينيه. والراجل ما غلطش، قال لي خلط، بس الجمله دي اللي غلط. عند اتحاد، قال لي اتحاد، يبقى لازم اتكلم عن بين فلزيه مش بينيه، يبقى غلط. السبيكه المتكونه من العنصر زد والعنصر واي هي استبداليه صح. طب ليه؟ تقريبا تساوي انصاف الاقطار او تساوي الحجوم الذريه. طب نشوف الاجابه ده برضه. عند تفاعل الاكس مع العنصر واي تدينا برضه سبيكه بينيه. يا عم انت قلت تفاعل، طالما قلت تفاعل يبقى في الاخر لازم تقول كلمه بين فلزيه. سؤال 44 جميع العبارات التاليه صحيحه عن سبيكه تستخدم في صناعه خطوط السكك الحديديه. طبعا يا شباب ده عنصر الحديد مع عنصر المنجنيز. طبعا ما عدا عندي 3 جمل صح واحده بس غلط. سبيكه من العنصرين هما الحديد والمنجنيز طبعا صح. سبيكه استبداليه صح، اصلا من الصلب صح. هي سبيكه بينيه ازاي يا عم؟ ده احنا بنعمل سبيكه استبداليه لتقارب انصاف الاقطار وبعدين حته لا فلز وفلز. يا جماعه انت عايز العباره الصح، بيكلمنا عن سبيكه حديد ومنجنيز كلاهما احد فلزات عناصر الثري دي. يبقى الاجابه عندي الغلط هنا رقم مين؟ د، عشان هو قال لي هنا في السؤال يا شباب ما عدا. سؤال 45 العنصر اكس كل مركباته ضايع. كل مركباته ضايع ده سكندم او خرسين. طيب تعالى شوف كده، انا مش عارف حاجه خالص في المنهج وعايز احل، يبقى انا بتكلم عن السكندم او بتكلم عن الخرسين. جميع مركباتهم ايه؟ ضايع. طيب تمام. والعنصر واي الذي يسبقه مباشره. يا عم ده السكندم الذي يسبقه مباشره مين؟ الكالسيوم. قال لك يسبقه في السلسله. يا عم ده عنصر ممثل، يبقى انا حضرتك اطلع السكندم ده من دماغي خالص. يبقى انا كلام على مين؟ على الخرسين. طب مين العنصر اللي قبله؟ النحاس. طب السبيكه بتاعتهم اسمها ايه؟ نحاس اصفر. طب بنحضرها عن طريقه ايه يا شباب؟ الترسيب الكهربي لمحلول يحتوي على ايونات النحاس ويحتوي على ايونات الخرسين. طب بنستخدمها في ايه؟ في تغطيه المقابض الحديديه. لو لاحظت ما سبتلكش تكه ممكن يجيبها عن النحاس الاصفر. المهم بيقول لي هنا انت عندك الاكس كل مركباته ضايع، خلاص ده خرسين. الواي يسبقه في السلسله، طب تمام عرفنا ان هو نحاس. مين بينطبق على السبيكه دي المقارنه للعنصرين؟ تدخل في صناعه الطائرات؟ طبعا لا. تدخل في صناعه قضبان السكك الحديديه؟ طبعا لا. ذات قساوه عاليه؟ لا. بحضرها بالترسيب مين؟ الكهربي. تقريبا يعني مش هعرف يجيب لك اسئله غير في اللي احنا قلناها. مكوناتها ايه؟ نحاس وخرسين. بعملها عن طريق مين؟ الترسيب الكهربي مش الصعب. طب النحاس الاصفر ده بجيب محلول يحتوي على ايونات مين؟ النحاس الثانوي والخرسين الثانوي. بغطي بها مين؟ المقابض الحديديه. نروح على السؤال رقم 46. سبيكه تتكون من عنصرين اكس وواي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. تمام. العنصر اكس هو اكبر عناصر الثري دي في العزل. خلاص يا عم ما تكملش، ده عنصر الكروم. طب ايه اللي عرفك؟ لان الكروم الفور اس فيها 1 الدي فيها 5. يعني عنده 6 الكترونات مفرده، ده اكبر عزل. طب العنصر واي بستخدمه كعامل حفاز في تحضير النشادر. خلاص ما تكملش، ده الحديد. يبقى انا بتكلم على الحديد ومين؟ والكروم، الصلب الذي لا يصدأ. يا ترى نصف القطر العنصر اكس اللي هو عنصر الكروم اقل بكثير من العنصر واي اللي هو الحديد؟ لا طبعا. ده احنا حتى نقول علل الى حد ما تتساوى الانصاف او الثبات النسبي لانصاف الاقطار من الكروم لحد النحاس. العنصران اكس وواي متشابهان في الشكل باللون والخواص الكيميائيه؟ صح. العنصران اكس وواي يقعان في مجموعه واحده؟ طبعا لا. الكروم مجموعه سته، الحديد مجموعه ثامنه. طبعا السته دي. العنصران اكس وواي يتحدان كيميائيا؟ لا طبعا يتحدان وهيديني استبداليه. طب يا اخي قول خلط تبقى الجمله بتاعتك مبلوعه. فهنا يا جماعه بيقول لي هو عايز العباره الصح، فاحنا قلنا دي غلط ودي غلط، يبقى الصح عندنا رقم ب متشابهان في الشكل البلوري والخواص الكيميائيه. سؤال 47 انا شايفه يا جماعه سؤال مباشر، بس طبعا يعني نعيب عليه ان احنا بنقول هنا النحاس والقصدير هم اساسا من السبائك البينيه، بس طالما في السؤال اداني ليهم صيغه
يبقى على طول يا جماعه الصيغه الكيميائيه بتعبر عن سبائك المركبات البنفلزيه. هما مين ومين؟ النحاس والقصدير. دي سبيكه السيمنتايت اللي هو حديد مع الكربون. هنا الرصاص والذهب AU2 وB. لكن هنا دي تنفع سبيكه؟ لا يا جماعه دي مش سبيكه. امال دي عباره عن ايه؟ مركب اكسيد الحديد مين؟ الثلاثي. ده يا جماعه مش من السبائك. نروح على السؤال اللي بعده. سؤال 48. جميع ما يلي يصف سبائك المركبات البنفلزيه مع. شوف يا جماعه ليه سبائك المركبات البنفلزيه؟ جميعها مركبات صلبه، تمام؟ العناصر المكونه لها تقع في مجموعه واحده؟ طبعا لا، ده من شروطها لا تقع في نفس المجموعه. خلاص يبقى دي الاجابه بتاعتنا. نكمل. لا تخضع الصيغه لقوانين التكافؤ المعروفه؟ طبعا صح. تتحد فيها العناصر اتحادا كيميائيا؟ برضه صح. يبقى العباره الغلط عندنا رقم ده. سؤال 49. تتكون سبيكه الحديد الصلب نتيجه خلط عنصرين اكس وواي. طبعا يا جماعه الحديد الصلب اللي هو عنصر الحديد واخلط مع الكربون. الحجم الذري للعنصر اكس اقل من واي، يبقى ده يا جماعه الكربون وده عنصر مين يا شباب؟ الحديد. ايه العبارات التاليه صحيحه؟ العنصر اكس اللي هو الكربون هو عنصر الحديد. ازاي الكلام ده؟ العنصر واي هو الكربون؟ طبعا لا. العنصر اكس هو عنصر الكربون، تمام. ونوع السبيكه بينيه؟ تبقى دي الاجابه بتاعتنا رقم ج. برضه بيقول لي ان العنصر واي هو الحديد، ماشي. نوع السبيكه بنفلزيه؟ لا، لانه قال لي يا جماعه هنا انا هعمل خلط مش هعمل تفاعل. السؤال رقم 50. اي من ازواج السبائك الاتيه تنتج عند استبدال ذره بذره اخرى قريبه لها في الحجم الذري او قريبه لها في نصف القطر؟ كلها يا شباب الفاظ متساويه. بيقول لي هنا الحديد الصلب اللي هو حديد ومعاه كربون، يا ترى الحجوم متساويه؟ طبعا لا. طب عند الحديد والنيكل في ثبات نسبي لانصاف الاقطار تقريبا، من الكروم حتى النحاس تمشي، حديد وكروم تمشي، خلاص تمام. نكمل. نيكل والومنيوم مفيش تقارب في انصاف الاقطار، ده ممثل، ده عنصر انتقالي، في فرق كبير في نصف القطر. نفس الكلام هنا. الومنيوم ونحاس نفس الكلام بين الالومنيوم والنيكل. الومنيوم وتيتانيوم في برضه يا جماعه اختلاف في انصاف الاقطار. احسن عناصر ممكن تعمل بيها سبائك استبداليه، ركز دايما، من الكروم حتى عنصر النحاس. السؤال اللي بعده. اي من السبائك التاليه لا تخضع صيغتها لقوانين التكافؤ؟ يعني معنى كده بيقول لك انا بتكلم عن سبائك المركبات البنفلزيه. طبعا يا جماعه الذهب والنحاس دي استبداليه، حديد ونيكل دي استبداليه، تمام. الومنيوم ونيكل طبعا يا جماعه دي بنفلزيه، هي خلاص دي الاجابه اللي هي رقم د. بس نكمل. حديد وكروم دي يا جماعه استبداليه، وقال لي لا تخضع لقوانين التكافؤ، يبقى عايز الومنيوم ونيكل سبائك المركبات البنفلزيه اللي هي الديور الومنيوم. سؤال 52. سبيكه تتكون من 3 عناصر A وB وC. السبيكه دي يا جماعه العنصر A عنصر ممثل بيدخل في صناعه الطائرات، يبقى ده عنصر الالومنيوم. وعند العنصر B هو عنصر انتقالي رئيسي من فلزات العمله، يبقى ده عنصر النحاس. والعنصر C عنصر انتقالي تركيبه ارجون 18 فوق S2 سيرين 8 فعنصر النيكل. بيقول لك العناصر دي مع بعض بتعمل سبائك ايه؟ سبائك مركبات بنفلزيه. سؤال مباشر. رقم 53. جميع ما يلي ينطبق على سبيكه تحضر بالترسيب الكهربي ما عدا. مين يا شباب السبيكه اللي بحضرها بالترسيب الكهربي؟ طبعا النحاس مع الخرسين اللي احنا بنسميها سبيكه النحاس الاصفر. طب بيقول لي هنا بقى ما عدا، يعني عايز الاجابه الغلط. هي تتكون من فلزين احدهما انتقالي والاخر غير انتقالي، طبعا صح. الانتقالي بتاعنا النحاس، الغير انتقالي الخرسين. تتكون من فلزين احدهما فقط تتفاعل مع الHCl المخفف، صح، اللي هو عنصر الخرسين. النحاس لا يتفاعل لانه عنصر يا جماعه عيان الهيدروجين في سلسله النشاط. تتكون من فلزين متساويين في عدد الالكترونات المستوى الفرع 3D، صح يا جماعه. انا عندي النحاس ال3D موجود فيها 10، عند الخرسين ال3D برضه فيها 10. طب نشوف اخر واحده. تتكون من فلزين متساويين في عدد الكترونات المستوى الرئيسي N. دي يا جماعه الاجابه غلط. طب ليه يا عم غلط؟ لان المستوى الرئيسي N يا شباب هو المستوى الرئيسي الرابع. طب المستوى الرئيسي الرابع النحاس عندي ال4S ب1. طب يا جماعه ايه الخرسين؟
عندي الفور اس فيها 2، يبقى الاجابه الغلط عندنا رقم د. نروح يا شباب للسؤال اللي بعده. سؤال رقم 54. العنصر اكس هو اعلى العناصر الانتقاليه في السلسله الانتقاليه الاولى في درجه الانصهار. طبعا يا جماعه ده عنصر الكروم، ولا اعلى غليانا في منهجنا، مالناش علاقه بقى ايه الصح والغلط. هو عنصر السكنديوم في الغليان، الكروم في الانصهار. ويستطيع تكوين سبيكتين مع العنصرين واي وزد من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. فاذا علمت ان سبيكه الاكس والواي تستخدم في ملفات التسخين. يا جماعه الاكس ده خلاص عرفنا ان هو كروم، يبقى الواي ده عنصر النيكل. وعندي سبيكه الاكس والزد تسمى سبيكه الصلب الذي لا يصدأ. يبقى انا يا جماعه عندي الاكس وعندي الزد وعندي الواي، ده تعرف ان هو كروم. عندي الزد ده الحديد، عندي العنصر واي اللي قلنا عليه ده عنصر مين؟ النيكل. تعال بقى بيقول لي كل العبارات دي صح ما عدا سبيكه الواي والزد والكربون. الواي والزد والكربون، حديد ونيكل وكربون، تقاوم صدأ والاحماض. دي اجابه طبعا مظبوطه. ليه؟ كنا بنقول يا جماعه بنضيف النيكل الى الصلب في صناعه اوعيه لحفظ الاحماض لانها لا تتاثر بالاحماض. الاكسيد الثلاثي لاكس اللي هو اكسيد الكروم الثلاثي يستخدم في عمل الاصباغ. دي اجابه مظبوطه. ذره العنصر واي، العنصر واي اللي هو النيكل، يحتوي على 6 اوربيتالات نصف ممتلئه. ازاي؟ ده النيكل يا جماعه توزيعه 4s2 3d8. ده اوربيتال يا جماعه، لو رسمنا كده بسرعه ده ممتلئ. لو رسمنا الخمس اوربيتالات بتوع الدي فيهم 8 الكترون، طبعا من غير ما نرسم هو 8 يعني في كام؟ 2 مفرد، يعني 2 بس نصف ممتلئ. فالاجابه دي غلط. امال مين اللي فيها يا جماعه 6 اوربيتالات نصف ممتلئه؟ طبعا ده عنصر الكروم، عشان اس ب1 والدي بكام يا شباب؟ ب5. يبقى النيكل لا تنطبق عليه الكلام ده، يبقى الاجابه الغلط عندنا رقم كام؟ ج. نكمل د. اكس وزد واي او الواي اكبر من زد اكبر من اكس، الواي اكبر من الزد اكبر من اكس في الكتله الذريه. طبعا صح لو كان عندنا الكوبالت بس اللي هناخد بالنا منها. يبقى الاجابه الغلط رقم ج. سؤال 55. ايه وبي عنصران متتاليان من العناصر الممثله. طيب تمام، يبقى دول يا شباب عناصر ممثله يقعان في نفس المجموعه من الجدول الدوري. والاكس والواي عنصران غير متتاليان من الفلزات الانتقاليه بس مع بعض في نفس المجموعه من الجدول الدوري، وتعطي عناصرها حاله تاكسد تتعدى رقم المجموعه. يبقى هنا بتكلم على المجموعه ال1 بي. يبقى هنا يا شباب يا اما بتكلم على النحاس او بتكلم عن الفضه او بتكلم عن الذهب. لان انا بحل سؤال في السبائك، الفضه ملهاش عندي هنا دور، وقال لي غير متتاليان، يبقى ده نحاس وذهب. ما ينفعش اقول نحاس وفضه دول متتاليات، ما ينفعش اقول فضه وذهب دول متتاليات. هو قال لي يا شباب غير متتاليات. طيب قال لي اذا علمت ان البي والواي تتوزع الكتروناتهم في نفس العدد من مستويات الطاقه الرئيسيه. اقف بقى. ويستخدم واي مع بي في تكوين سبيكه صيغتها، يعني سبيكه مركبات بين فلزيه صيغتها Y2B، كاننا بقول AU2BB. يبقى انا بتكلم هنا عن الذهب والرصاص. يبقى يا جماعه دلوقتي انا بقول العنصر B ده يبقى عنصر رصاص. طب مين يا جماعه المتتاليان اللي مع بعض في نفس المجموعه؟ تعالوا نشوف الجدول الدوري. انا عندي هنا عنصر رصاص، يبقى اللي قبله عنصر مين؟ القصدير. يبقى لو رجعنا هنا للسؤال بتاعنا، يبقى العنصر ايه يا شباب؟ هو عنصر القصدير، والبي هو الرصاص. طيب والعنصر واي هو عنصر الذهب. يبقى يا جماعه الواي هو عنصر الذهب، تمام؟ يبقى انا عندي العنصر اكس اللي هو بيتكلم عليه هنا هو عنصر النحاس. طيب عشان نكمل معطيات السؤال، والعنصر ايه يا شباب؟ هو عنصر القصدير، والعنصر بي يا شباب هو عنصر الرصاص. تعال نشوف الاجابات. بيقول لي هنا في حدود ما درست عند اتحاد الواي ده اللي هو الذهب مع الالومنيوم تتكون سبيكه الدور الومنيوم. يا عم الدور الومنيوم ده الومنيوم ونيكل والومنيوم ونحاس، تمام؟ وانت بتقول هنا Y2BB، يعني انت بتتكلم عن الذهب. الكلام ده غلط. طب عند اتحاد اكس مع الكربون، الاكس ده اللي هو النحاس، تتكون سبيكه الحديد الصلب. طبعا غلط. السبيكه المكونه من اكس وواي، من العنصر اكس والعنصر واي، من السبائك البنفلزيه. غلط، سبائك استبداليه. السبيكه المكونه من العنصر A والعنصر X، يعني بتكلم عن القصدير
ومعاه النحاس. دي يا شباب سبيكه تسمى سبيكه البرونز، تسمى سبيكه البرونز. يبقى الاجابه الصح رقم كام يا شباب؟ رقم د. سؤال 56. من اول سؤال 56 لحد نهايه الاسئله الاختياريه دي اسئله مهمه جدا. كلها بتكلمنا عن التمييز بين السبائك بالطرق الكيميائيه. بيقول لي هنا لو انا عايز اميز بين سبيكه الحديد الصلب اللي هي يا جماعه الحديد ومعاها الكربون، وسبيكه النحاس الاصفر اللي هو الخرسين ومعاه النحاس. دايما حضرتك بتستخدم في معظم تمييزاتك اي حمض مخفف. اي حمض يا شباب؟ مخفف. انا بقول في معظم التمييزات. في بعض التمييزات هحتاج زي حمض النيتريك المركز. طب انا عندي هنا هيدروكسيد البوتاسيوم طبعا لا. الفلزات تتفاعل مع القلويات، يبقى انا مش هستخدم ده ولا هستخدم ده. ما لو هيدروكسيد البوتاسيوم ينفع يبقى هيدروكسيد الصوديوم هينفع، يبقى انا هستخدم حمض الهيدروكلوريك. طب عرفنا الاجابه، طب ايه اللي هيحصل؟ خد بالك ان انا هنا بتكلم على سبيكتين. مين هما السبيكتين يا شباب؟ قلنا اول سبيكه سبيكه الحديد الصلب، حديد وكربون، والثانيه النحاس الاصفر عباره عن خرسين ومعاها مين؟ نحاس. طب انا عايز اميز بين السبيكه دي وعايز اميز بين السبيكه دي. طب هنضيف مين يا شباب؟ هنضيف ال HCl. الايه يا شباب؟ المخفف. برضه هنا مين هضيف يا شباب؟ HCl. الايه يا شباب؟ المخفف. طبعا عشان نوزن المعادله انا هضرب هنا في 2 وهضرب هنا في 2. ايه النواتج اللي هتطلع؟ طبعا الحديد ده عنصر يسبق الهيدروجين، فهيطلع عندي هنا FeCl2 ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل به يا شباب بفرقعه، وده ما بيدينا نتيجه الاشتعال لها بلونه ازرق، وهيترسب عند عنصر الكربون ولون الراسب اسود. طب المعادله الثانيه دي مين فيهم هيتفاعل مع ال HCl؟ الخرسين. طب مين الناتج اللي هيطلع؟ هيطلع عندي هنا ZnCl2. برضه هنا هيتصاعد غاز الهيدروجين الذي برضه يا شباب يشتعل بايه؟ بفرقعه ويعطي لها بلونه ازرق، بس هنا الراسب هو اللي هيتميز. الراسب ده يا جماعه لونه ايه؟ احمر. يبقى الراسب في اول سبيكه بتاعت الصلب لونه اسود، اما هنا يا جماعه الراسب لونه احمر. خد بالك عشان هيقابلنا في الاسئله اللي بعد كده. سبيكه الصلب الحديد والكربون دي بنسميها السبيكه المنفصله. اما هو في متصله؟ طبعا. لما نيجي نتكلم عن سبيكه السيمنتايت دي يا جماعه سبيكه متصله، يعني حصل بين العناصر اتحاد كيميائي، لكن هنا كل عنصر بذاته، فبنسميها يا جماعه السبيكه المنفصله. عشان لو قال لي كيف تميز بين سبيكه الحديد والكربون المنفصله وسبيكه الحديد والكربون المتصله، يبقى هنا بيقول لك ميز لي بين السبيكه البينيه وبين سبائك المركبات البين ايه يا شباب؟ الفلزيه. المعادلات دي مهمه والتمييز ده مهم. نرجع بقى للاسئله بتاعتنا. يبقى هنا قلنا يا جماعه الاجابه عندنا رقم ده. سؤال 57. للتمييز بين سبيكتين احدهما من الحديد والكربون المنفصلين، لسه مخلصينها طازه. ادي الحديد ومعاها الكربون. تمام؟ اللي هو حديد صلب، والاخرى من الحديد والكربون المتحدتين او المتصله اللي هي السيمنتايت. يتم استخدام ايه يا جماعه؟ برضه انا عايز اي حمض مخفف. لو تلاحظ حتى من الاجابات هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الامونيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، لو واحده منهم تنفع يبقى انت عندك 3 اجابات صح. يبقى الاجابه هنا رقم مين يا شباب؟ رقم ب، حمض الكبريتيك المخفف. طب ايه اللي هيحصل بقى بين السبيكتين؟ هو ده المهم. اللي هيحصل يا شباب بين السبيكتين، ركز معايا كده. انا عندي سبيكه الحديد والكربون المنفصله لسه عاملين معادلتها للتكرار والاستفاده، هنعيدها. هنفاعل مع HCl. مخفف ولا مركز؟ لا سيادتك انا بفاعل مع المخفف. طب مين النواتج اللي هتطلع؟ كلوريد الحديد الثنائي، ويتصاعد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بفرقعه ويدينا هنا الكربون، وده راسب معروف بلونه الاسود. خد بالك ده غاز يشتعل بفرقعه، بس لو انت بتشمه من غير ما تختبره بلعب هو عديم الرائحه. امال بقى لو انا هنا عندي FE3C
وضفت عليها HCl مخفف. يا جماعه مفيش نواتج ثابته عشان دي صيغ لا تخضع لقوانين تكافؤ، بس في مشاهدات. ايه هي المشاهدات؟ هقول هنا تتصاعد أبخرة هيدروكربونية لها رائحة كريهة. يبقى ده يا جماعة تمييز بين السبيكة أو سبائك المركبات البنفلزية وبين السبيكة اللي هي يا شباب البينية. نشوف السؤال اللي بعد كده. سؤال 58 يمكن التمييز بين سبيكة النحاس الأصفر. النحاس الأصفر ده يا شباب عبارة عن خرسين ونحاس، وسبيكة النيكل والصلب، يعني عندي حديد ومعاه كربون ومعاه عنصر مين؟ النيكل. عن طريق برضه يا شباب هدور على أي حمض مخفف. طب الراجل كتر خيره مديني كل الأحماض دي مخففة. هضيف حمض مخفف H2SO4 تذوب السبيكة الأولى كليا. إزاي؟ ده الخرسين هيتفاعل والنحاس هيترسب، يبقى دي إجابة غلط. هضيف H2SO4 المخفف تذوب السبيكة الأولى جزئيا. ده هيدوب، ده هيترسب. ولا تذوب السبيكة الثانية. يا عم أنت ضايف HCl صح؟ طب تمام، بس أنت أخدت قبل كده إن أنا عندي النيكل مع الصلب أنا بصنع منه إيه؟ أوعية لحفظ الأحماض. يبقى لا تذوب السبيكة الثانية لأن هي أساسا أساس في صناعة أوعية لحفظ الأحماض لا تتأثر بها. يبقى الإجابة الصح هنا رقم ب. تعال نشوف ج. هضيف HCl مخفف تذوب السبيكة الأولى كليا. يا جماعة برضو غلط، مش هتدوب كليا، هتدوب يا جماعة جزئيا ماشي، وتذوب السبيكة الثانية كليا يا جماعة دي مش هتتأثر. يبقى الإجابة عندنا الصح رقم ب. آخر سؤال معانا في الاختياري رقم 59. لديك سبيكتان الأولى حديد وخرسين، الاثنين دول بيسبقوا الهيدروجين في سلسلة النشاط، والثانية خرسين ونحاس، كيف تميز بينهم؟ لو ضفت يا جماعة HCl مخفف ده هيتفاعل وده هيتفاعل، يبقى تذوب السبيكة بتاعت الخرسين والنحاس ولا تذوب الأخرى. ده العكس يا جماعة، السبيكة ده هتدوب كلها إنما دي هيدوب جزء منها ويترسب النحاس. دي إجابة غلط. هضيف HCl مخفف فتذوب السبيكة بتاعت الحديد والخرسين تمام ويترسب النحاس من الثانية. دي إجابة صح. طب أنا هضيف حمض النيتريك المركز فتذوب السبيكة الأولى. الحديد لا يتفاعل مع حمض النيتريك المركز، أنا كده غلطان. الحديد ليه مع حمض النيتريك المركز ظاهرة خمول، ما ينفعش أقول لا يتفاعل، ينفع أقول هيتوقف التفاعل. في جزء صغير قوي من كتلة الحديد بيفقد لكن بيعمل طبقة بتحافظ على بقية الطبقات. يبقى الإجابة يا جماعة به دي غلط. هضيف حمض نيتريك مركز تذوب السبيكة الأولى برضه غلط. يبقى الإجابة الصح عندي يا شباب رقم ب. ده كده يا شباب نهاية الأسئلة الاختياري. طبعا يا شباب هنعمل محاضرة مجمعين فيها جميع الأسئلة الاختياري اللي وردت في كتاب مندليف بداية من الدرس الأول حتى نهاية الباب. ليه بقى؟ عايزين نربط المقال مع بعضه. هنبدأ ندخل أفكار مع بعض، أسئلة كويسة جدا، أسئلة ممتازة جدا تقدر ترفع مستواك. شكرا يا شباب، أتمنى تكونوا استفدتوا. تابعونا إن شاء الله في باقي الملخصات وكتاب مندليف في باقي المنهج بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.